لو فاكر ان اول خطوة في التخسيس ان انت تخاصم العيش والرز، فانت غالبا بتظلم جسمك وبتحكم على الدايت انه يفشل قبل ما يبدأ. تعالوا بينا نفهم ليه الكربوهيدرات بريئة من تهمة السمنة. جوهر المشكلة في الكمية والنوعية. المشكلة مش في الكربوهيدرات كعنصر، المشكلة في نختار ايه وكميات قد ايه. مثلا العيش الابيض، السكر، الحلويات، المخبوزات، عيبها ان هي سريعة الامتصاص وبتجوعك بسرعة وبتتخزن كدهون لو زادت، في حين ان العيش الاسمر، الرز البني، الشوفان غنية بالالياف وبتشبعك وقت اطول وبترفع سكر الدم ببطء. طب بالنسبة للناس اللي بتقطعها بيحرموا نفسهم من ايه؟ الكربوهيدرات هي بنزين المخ، بمعنى المخ بيتغذى بشكل اساسي على الجلوكوز الناتج من تكسير الكربوهيدرات. لما تمنعها تماما بيحصل صداع، نسيان، عصبية غير مبررة. تاني حاجة طاقة العضلات. لو بتلعب رياضة او بتتحرك كتير، الكربوهيدرات هي اللي بتديك القوة، من غيرها جسمك هيحرق عضلاته بدل ما يبني. الخلاصة، بدل ما تمنع، نظم. الرز، العيش مش أعداء، هم وقود ليومك لو عرفت تستعملهم صح.